وصفة النهاردة من الوصفات المهمة والأساسية في الحلويات الشرقية. هنعمل مع بعض الزلابية أو لقمة القاضي، هقول لكم على كل أسرارها وإزاي تطلع معاكم مقرمشة من بره ومن جوه. من جوه تبقى هشة وخفيفة وطرية، ولما تمسكوها بإيديكم هتبقى زي الريشة. هنحتاج 2 كوب من الدقيق، 2 معلقة كبيرة من السكر، 1 معلقة كبيرة خميرة فورية، 1 معلقة صغيرة بيكنج باودر، 2 معلقة كبيرة من النشا. لو أول مرة تشوفوني أنا إيمان نصار، لايك وشير بقى لو عجبكم الفيديو. هنحط معلقتين كبار من النشا ومعلقة كبيرة كاستر. لو ما عندكيش كاستر يبقى هنستبدل الكاستر بالنشا. تمام. وزي ما قلنا معلقة كبيرة خميرة فورية ونص معلقة صغيرة من الملح. نراجع تاني المكونات: 2 كوباية دقيق، 2 معلقة كبيرة من السكر، معلقة كبيرة خميرة فورية، معلقة صغيرة بيكنج باودر، 2 معلقة كبيرة نشا، معلقة كبيرة كاستر، أو لو ما عندكيش هتستبدليها بمعلقة كبيرة نشا. وهنقلب، وآخر حاجة هنحطها هي الزيت. هنحط معلقتين كبار من الزيت. بعد كده هنكون مجهزين مية دافية. الدقيق بتاعنا هياخد من كوباية لكوبايتين، طبعا حسب، يعني ما اقدرش اقولك الكمية ايه بالظبط، انت هتضيفي بالتدريج حسب ما الدقيق يشرب معاكي، حسب نوع الدقيق لانه بيختلف من نوع لتاني. هتعجنيها بايدك لحد ما نوصل لقوام عجينة سايلة ومطاطية شوية، فيها كمان يعني العجينة هتلاقيها فيها حبيبات. هنعجن العجينة كويس جدا حوالي 10 دقايق، يا اما بايدينا يا بالعجان يا بالمعلقة، لحد ما تكون عجينة ملساء ما فيهاش اي حبيبات. احنا هنطلع كل الحبيبات اللي فيها لان ده الحبيبات دي بتأثر عليها بعد كده. دي اهم خطوة في الزلابية علشان تطلع معاكي هشة من جوه ومقرمشة من بره وتعجبك العجينة بتاعتها تعجبك. خلاص هنغطيها بقى ونحطها في مكان دافي تخمر من ساعة ونص لساعتين. وفي الفترة دي بقى هنحضر مع بعض هتكوني محضرة الشربات البارد. طبعا عملت لكم طريقة الشربات قبل كده، تقدروا تشوفوها على القناة. بعد ساعتين خلاص طلعتها، شايفين خمرت خلاص وعملت فقاعات كده. طبعا مهم جدا نطلع الفقاعات دي علشان العجينة بتاعتنا تبقى مظبوطة. اسهل طريقة بقى هنستخدمها هي طريقة الكيسة والكوباية. كده هنحط الكيسة في الكوباية وهننزل فيها العجينة بعد ما نطلع فيها الفقاعات، هنطلع منها يعني الفقاعات. بعد كده هننزل بالعجينة في الكيسة، بس مش هنملى الكيسة على اخرها، يعني هنملى نص الكيسة كده بالعجينة. تمام. هنربطها بقى بحيث ان هي تبقى شبه كيس الحلواني كده، شايفين. طبعا هنسخن الزيت على النار، عايزين نسخنه كويس جدا عشان ما يعملش معانا كائنات فضائية لو هو مش سخن. وبعد كده هنشتغل بقى ايه بطريقة المقص. هنضغط على الكيسة ونفتحها فتحة صغننة بالمقص، وبعد كده هنقطع بقى ايه كرة كرة بالمقص. طبعا اكيد انتوا عارفين الطريقة دي، بس انا يعني كنت مصورها بس الفيديو ما صورش. ولما نحط العجينة في الكيسة برضو هنتك عليها كده بحيث ان احنا نخرج منها لو فيها اي فقاعات، لان ده بيفرق جدا في العجينة وهي نازلة في الزيت وكده، ان هي شكلها يبقى يعني ايه لحد ما مدورة. خلاص بعد ما بنقليها، طبعا تقدري تقليها مرة او 2 زي ما انتي محبة. هتطلعيها في مصفى تصفي بقية الزيت منها، او ممكن تفرديها في صينية واسعة بحيث ان هي تتهوى، وهتعملي كمية لحد ما تخلصي العجينة بتاعتك. لو قليتيها مرة او 2 في كلتا الحالات بتبقى حلوة. ده الشربات معايا اهو. كان عندي يعني ده في التلاجة، كان ساقع كان جاهز، طلعته. وهتحطي بقى فيه الزلابية
وتقلبي كده بحيث ان ايه كلها كده تشرب من الشربات. انا بحبها قوي بالطريقه دي. وبعد كده بصفيها من الشربات، وتقدري بقى تزينيها زي ما انتي محبه. سكر بودره اوكي، شوكولاته سايحه، شوكولاته بيضه، زي ما انتي ما عايزه، براحتك خالص. طبعا تقدري ان انتي بعد ما تطلعيها من النار، من الزيت يعني، تفرديها، وبعد كده لما تبرد تحطيها في كيسه في الفريزر، وتطلعيها في اي وقت تقليها القليه التانية، هتبقى زي كانها طازه بالظبط، حلوه جدا. بصوا شايفين هي عامله ازاي، هشه خالص زي الريشه. لو مسكتيها كده وتكيتي عليها هتلاقي الملمس بتاعها هشه من جوه ومن بره مقرمشه وخفيفه جدا وزي العسل. يا رب تكون الطريقه عجبتكم النهارده. لو اول مره تشوفوني، لايك وشير بقى لو عجبكم الفيديو. اشوفكم بقى في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.